6 حاجات تخليك ما تجيش دبي، لازم تكون عارفهم طبعا قبل ما تيجي. معاكم محمد خالد والشغوفتاية. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير والدنيا معاكم في التمام. موضوع الحلقه النهارده اللي احنا هنتكلم على 6 حاجات لازم تكون عارفهم قبل ما تيجي، ولو عندك اي حاجه منهم او عندك اي مشكله منهم لا لازم تفكر قبل ما تقرر انك تيجي دبي او تيجي الامارات تدور على شغل. يلا بينا نشوف ايه هم ال6 حاجات دول. اول حاجه معانا وهي فكره حديث التخرج او الفريش جرادويت. لو انت واحد لسه متخرج من جامعه، ما عندكش اي خبره، لسه ما احتكتش بسوق العمل، ما تعرفش الشركات نظامها ايه، ما اشتغلتش في اي شركه، فنصيحه فكر يعني اكتر من مره قبل ما تقرر انك تسافر دبي او تسافر الامارات او تسافر اي دوله عموما وتغامر وتروح تدور فيها على شغل. لانك لسه متخرج، لسه ما عندكش اي خبره، ما تعرفش الدنيا بتمشي ازاي، ما تعرفش الشركات الشغل فيها بيبقى عامل ازاي، ما احتكتش لسه بمواقف، ما خدتش اي خبره. فانت بالنسبه لك مش هقول لك مش هتلاقي فرصه شغل، بس فرصه الشغل هتبقى صعبه شويه. تاني حاجه انك لو ما عندكش الخبره الكافيه. هتيجي تقول لي خبره كافيه ازاي؟ مش طب ما احنا اتكلمنا على فكره حديث التخرج لازم يكون عنده خبره او على الاقل يكون احتك بالشركات. اقول لك لا، اللي انا بتكلم فيه هنا انك لو اوريدي خلاص اتخرجت واشتغلت في شركات، بس الشركات دي انت حسيت انك لسه ما اتعلمتش فيها كفايه، لسه ما خدتش فيها خبره كويسه، على الاقل في الشغل الخاص بيك انت او الشغل بتاعك انت. يعني بمعنى ان في شركات هنا وفي يعتبر اعلانات توظيف كتيره بتنزل بتقول لك انا عايز حد يكون مثلا الخبره بتاعته 5 سنين ويكون فاهم في 1 2 3 4. طبعا الحاجه دي بتكون خاصه مثلا بمجالات معينه. فالفكره لو انت مثلا الشغل بتاعك في مجال من المجالات دي وانت الخبره بتاعتك لسه مثلا ما كملتش شهور، 6 شهور، سنه، وفي نفس الوقت ال3 أو 4 حاجات دول اللي مطلوبين هنا في السوق او في المجال اللي انت شايفه في دوله بره، سواء بقى في دبي اي دوله في الخليج عموما او اي دوله نفسك تروحها، ولقيت ان ال4 أو ال5 حاجات دول انت ما استفدتش او ما اتعلمتش غير حاجه واحده او حاجتين بس، فالافضل انك ما تغامرش. يعني بمعنى حاول انك قبل ما تسافر وتروح لاي دوله وتدور فيها على شغل، حاول شوف اعلانات التوظيف الموجوده في البلد دي، وشوف هل مثلا الاعلانات اللي نازله دي، هل المتطلبات اللي هم طالبينها دي حاجات متوافقه معاك، ولا المتطلبات دي بعيده جدا عنك. تحاول تفكر في الموضوع ده قبل ما تقرر تسافر. ثالث حاجه معانا وهي فكره القدره الماليه. القدره الماليه هنا اللي احنا بنتكلم عليها فكره انك يكون معاك فلوس، والفلوس دي تكون مستعد بيها تاخد الريسك. يعني ايه ريسك؟ وليه يكون في ريسك اصلا؟ الريسك لانك يا جماعه لما بتطلع على فيزا سياحه لاي دوله عشان بعد كده تدور فيها على شغل، وممكن بعد كده فيزا السياحه تتحول ان شاء الله لما تلاقي شغل فيزا عمل. فالفكره هنا انك بتاخد ريسك، لان فكره السياحه دي انت بتكون طالع شهر، شهرين، 3 شهور على حسب مده الفيزا السياحه بتاعتك. بس الفكره المده دي كلها انت بتكون بتصرف من فلوسك، فلوس بقى الطيران، فلوس السكن، فلوس الاكل والشرب في البلد دي، فكل ده بتصرفه من فلوسك. فلو انت ما عندكش القدره الماليه وقادر انك تظبط الميزانيه بتاعتك وعارف انك هتصرف ايه وهتعمل ايه، يعتبر فتره السياحه او الفتره اللي انت تبقى قاعد فيها في البلد دي هتبقى عارف هتمشي فلوسك فيها ازاي، فالافضل فكر في الحوار ده وما تاخدش الريسك غير لما تكون عامل حسابه. دلوقتي وقت الغروب والدنيا الصراحه لذيذه، يعني انا بحب اصور الصراحه وقت الغروب بيبقى الجو لذيذ يعني. اتمنى انكم تكونوا مبسوطين يعني بالفيديو وتكونوا بتستفيدوا، يعني اهم حاجه يكون في استفاده في الفيديو، يعني اهم حاجه. رابع حاجه اللغه يا جماعه حاجه مهمه جدا. حتى لو انت طالع على الخليج، حتى لو انت طالع على شركه معظم الناس اللي فيها عرب، اللغه وخصوصا لو هنتكلم على الانجليزي مهمه جدا. دبي يا جماعه كنت اتكلمت في فيديو قبل كده معظم الناس اللي فيها اجانب، فبالتالي اللغه المنتشره واكتر لغه هتسمعها هي الانجليزي مش العربي. دبي احنا بنتكلم على دوله عربيه وكل حاجه، بس معظم الناس اللي موجوده اجانب. فلو انت معكش لغه كويسه، مش هقول لك بقى ده حاجه زي كده هتاثر على الشغل بتاعك طبعا، وخصوصا لو حبيت تسيب الشركه بعد كده وتروح شركه تانيه، فممكن الشركه التانيه تكون طبعا بنسبه كبيره هتكون شركه اجنبيه، فهتحتاج طبعا لغه. لا انا هتكلم بس انك تعيش هنا اصلا في دبي. انت لو رحت اي سوبر ماركت، اي محل، محتاج تتعامل مع ناس، مواصلات، في اي حته، انت محتاج لغه هتتعامل معاهم بالانجليزي مش العربي. فلازم يا جماعه نفكر في حوار اللغه، ومش بس هنا في دبي او في الامارات، في اي دوله عموما حاول تظبط اللغه بتاعتك وتكون متاكد انك معاك لغه على الاقل هتعرف تتكلم بيها مع الناس. خامس حاجه وهي فكره التوقعات العاليه. ايه فكره التوقعات العاليه دي؟
فكره يا جماعه التوقعات العاليه اللي انا بتكلم فيها ان مثلا في ناس كتيره جدا بتلاقيها قاعده على السوشيال ميديا، انستجرام، فيسبوك، قاعده عماله بتشوف مثلا ريلز او بتشوف فيديوهات، يقول لك دبي ويشوفوا فيديوهات وبرج خليفه وما اعرفش ايه، يقول لك يا عم الدنيا هناك في دبي الدنيا جامده جدا وخروجات بقى والواحد هيعيش حياته. يجي بقى هنا يقول لك يا عم انا هاجي بقى سياحه واروح ادور على شغل والدنيا هتبقى سهله جدا. يجي بعد كده هنا يلاقي ان الدنيا حلوه ودبي الدنيا لذيذه وبرج خليفه وكل حاجه، بس بقى اروح بقى ادور على شغل، شوف الدنيا، عيش مع نفسك، ظبط حوار الاكل الشرب مصاريف، انزل روح تعالى، حوار غير كده خالص. هيلاقي نفسه بعد كده اتصدم، واللي هو فكره انه يلاقي شغل الحوار مش سهل، فكره ان هو المصاريف هنا غاليه فبالتالي عمال بيصرف فلوس كتيره جدا على حاجات بسيطه، سواء بقى سكن سواء اكل وشرب كل الكلام ده، فيلاقي نفسه عموما اصلا الحوار بالنسبه له صعب. فاللي انا بتكلم فيه ان انت حاول قبل ما تغامر وتيجي، خصوصا لو جاي هنا دبي، حاول تسال الناس اللي عايشه اصلا في دبي وتسالهم تقول لهم والله هي الدنيا عندكم عامله ازاي؟ هل لو انا جيت بالتوقعات اللي عندي ان انا هلاقي شغل بسرعه وفي نفس الوقت هصرف فلوس اقل، هل كل الكلام ده فعلا صح ولا الحوار غير كده؟ تحاول قبل ما تسافر اي دوله وتغامر فيها، حاول توصل لاي حد يكون عايش في البلد دي، هيديك خبره وهيعرفك الصوره الكامله للبلد. سادس حاجه واخر نقطه، واتمنى ان انا ما اكونش طولت عليكم في الفيديو، سادس نقطه معانا وهي فكره البلان او الخطه. لازم قبل ما تغامر وتاخد خطوه زي كده لازم تكون حاطط لنفسك خطه. حتى لو انت وصلت البلد وربنا كرمك ويجالك شغل وتحول الفيزا بتاعتك من فيزا سياحه لفيزا عمل، انت لازم برضه تكون عامل بلان، لازم تكون حاطط خطه، عارف انت هتعمل ايه. هو انت اصلا كنت مسافر ليه؟ يعني انت مسافر مثلا عشان تلاقي فرصه شغل كويسه حاجه زي كده مثلا هتساعدك عشان مثلا بعد كده ممكن تجيب عيلتك تجيبهم معاك هنا في البلد، او مثلا بتروح تدور على شغل عشان تكون نفسك وتتجوز او ايا يكن ايه هو السبب. فانت حاول تشوف انت مسافر اصلا ليه، عشان وقت اما تيجي وربنا ان شاء الله يكرمك تبقى انت ماشي على نفس الخطه. ما تجيش تلاقي ان انت بعد فتره انت قاعد مشتت مش عارف تعمل ايه، هتلاقي نفسك بعد كده بتسال هو انا اصلا سافرت ليه. تحاول تحط لنفسك خطه وتحط لنفسك سؤال، هو انا عايز اسافر ليه. دي تعتبر الست حاجات اللي انت لازم تاخد بالك منها ولازم تكون عارفها قبل ما تقرر تيجي. كده يعتبر الفيديو بتاعنا يكون خلص، اتمنى انكم تكونوا استفدتوا حتى لو بجزء بسيط. طبعا مش يعني انا مش عارف اقول ايه، بس يا ريت لو تعملوا طبعا سبسكرايب ولايك وشير يعني لو حابين تفيدوا حد. كده يعتبر الفيديو بتاعنا يكون خلص. كان معكم محمد خالد والشوفتية.